يقيم مركز التنمية والتطوير الثقافي في النجف الأشرف مهرجان الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت الموسم الثاني في مرقد الصحابي ميثم التمار عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقيم مركز التنمية والتطوير الثقافي في النجف الأشرف مهرجان الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت الموسم الثاني. هذه المناسبة في حفل الإمام الحسن المجتبى هي المناسبة الثانية في الموسم الأول، وهذا الموسم الثاني إذ يقيمه مركزنا هو مركز ثقافي تطوعي يخدم دعم الشباب وتطوير مواهبهم في المجتمع. هذا المهرجان هو النسخة الثانية، كان النسخة الأولى في مرقد كميل بن زياد، هذه النسخة في مزار ميثم التمار. يوجد لدينا شركاء نجاح في هذا المهرجان، كل شخص حاضر هو شريك نجاح، وكل الاشخاص الداعمين لو بكلمه او بدعم معنوي فهم اصدقائنا واخواننا، ونرحب بالجميع واسفين على اي تقصير قدمناه ببركه الامام الحسن. ان شاء الله نكون قدامكم. شكرا جزيلا لكم. محسن باقر الحكيم، رئيس مركز التنميه والتطوير الثقافي. حيث تضمن المهرجان فقرات عديدة منها الشعر وأيضا فقرات توعوية تقدمها البراعم الصغيرة وبحضور شخصيات مهمة وبارزة في المجتمع. ومن أهداف المركز دعم شباب وتطوير مواهبهم. لمؤسسة الأفق للإعلام الدولي، ياس الزبيدي، النجف الأشرف.